السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف الثاني الاعدادي. احنا جايين لكم النهارده مش هنشرح درس جديد، احنا جايين النهارده نحل تمارين من الدرس الاول لعند الدرس الثالث. هنجيب بعض الافكار الهامه والافكار اللي بيبقى فيها شغل عالي شويه. وتعالى معايا النهارده كده ونبتدي. واول سؤال بيقول لك اذا كان اكس عددا صحيحا وكان جذر 2 اكبر من الاكس واصغر من او يساوي اصغر من اكس زائد 1، فان قيمه اكس. السؤال ده على طول بتروح جاري على الاله بتاعتك. نجيب جذر 2، هنجيب هنا جذر 2 وادوس يساوي وادوس على الاس دي. طيب هيطلع لك واحد وشويه ارقام عشريه، يبقى الاكس بالرقم الصحيح اللي طلع، يبقى الاكس بتاعتنا بواحد مباشره كده على طول. تاني بعمل ايه؟ بجيب جذر 2 اجيب الاس دي عشان هجيب الكسر العشري بتاعها، يبقى الاكس بالرقم الصحيح اللي بيطلع في الجنب. طيب السؤال اللي بعده قال لك رتب الاعداد الاتيه تنازليا. مستر هو انا ما بعرفش ارتب؟ لا بتعرف طبعا، بس خلي بالك ان الجذور هتقرفك شويه. هو قال لك رتب ايه؟ تنازلي. التنازلي ده منين لفين؟ من الكبير للصغير. طيب الارقام اللي عندي جذر 62 8 سالب جذر 50 جذر 70. بديهي كده طالما من الكبير للصغير يعني السالب ده اصغر حاجه، يبقى خلاص ماشي سيبه على جنب. طب مين الكبير في دول؟ جذر 62 ولا 8 ولا جذر 70؟ تعال نجيب قيمه كل جذر على الاله. جذر 62 وادوس زرار اس دي هيطلع 7.9 تقريبا، يبقى هنكتب فوق 7.9. الثمانية كده زي ما هي 8 صحيح. هنجيب معانا سالب جذر 50، بس سالب بيتكتب بره خلي بالك. سالب جذر 50 دوس يساوي، بحولها لكسر عشري يبقى سالب 7.1. بعد كده بجيب جذر 70 هيطلع 8.4. كده نقدر نرتب الارقام وضحت قدام اهو. قال لك رتب تنازلي. طب من خلال الارقام اللي عندك ده مين اكبر واحد؟ خلي بالك هنا 8.4 وهنا 8، يبقى الجذر 70 ده اكبر حاجه. هنمشي ترتيبنا كده. جذر 70 بكتب بقى طبعا العدد بقيمته الاصليه، بعد منه ال8، بعد منه جذر 62، اخر حاجه سالب جذر 50 ده اصغر عدد. ده بالنسبه للترتيب. طيب السؤال اللي بعده قال لك اوجد في ار. احنا اتفقنا مع بعض مين ار يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه. اوجد في ار مجموعه حل المعادلات الاتيه. اكس تربيع ناقص 9 في اكس تكعيب ناقص 5 بيساوي الصفر. طيب بعمل ايه؟ تعالى على اول مساله عندي كده، هناخد القوسين دول. المساله اهي بتقول لك اكس تربيع ناقص 9 في اكس تكعيب ناقص 5 تساوي الصفر. لما يجي لي مسألة زي كده ولا تفك أقواس ولا تضرب ولا توجع دماغك، أمال أعمل إيه يا مستر؟ اقسم الصفحة نصين وخد كل قوس ساويه بالصفر. يعني أجي أقول له هنا القوس الأولاني إكس تربيع ناقص 9 تساوي الصفر. هودي الناقص 9 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى إكس تربيع بتساوي 9. هضطر آخد الجذر التربيعي للطرفين. أنا سامع واحد برضه تاني بيقول لي إكس بتساوي 3. يا ابني لما باخد جذر تربيعي باخده بالموجب والسالب، يبقى الإكس موجب وسالب 3. ده أول حل. تعالى على القوس التاني هنقول له إكس تكعيب ناقص 5 تساوي صفر. هجيب الخمسة الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى إكس تكعيب بيساوي 5. خد الجذر التكعيبي. قلنا الجذر التكعيبي راجل محترم، ولا بياخد موجب ولا سالب، بياخد الإشارة اللي موجودة. طب 5 لها جذر تكعيبي؟ لا، يبقى سيبها زي ما هي الجذر التكعيبي ل5. هتيجي تجيبها على الآلة هتطلع لك أرقام عشرية، مش عايزها اكتبها زي ما هي بالجذر بتاعها. يبقى مجموعة الحل عندي هنا الأرقام اللي طلعت لي كلها، لأن كله تبع ار. صحيح مش صحيح، نسبي غير نسبي، كله بينتمي لار ما عدا الجذر التربيعي يكون تحته سالب. يبقى هنا مجموعة الحل بتاعتي 3 وسالب 3 والجذر التكعيبي ل5. ده كده أول معادلة.
طب تعالى على المعادله الثانيه كده، بيقول لك 2 على اكس تكعيب زائد 5 بيساوي 21. طب هنعمل ايه في المعادله المعربه دي؟ هنا بقول لك في الجنب حيث اكس لا تساوي الصفر، يعني ايه؟ ده تعريف بنحطه في المساله عشان ما ينفعش يكون المقام بصفر. ما علينا، ما تشغلش بالك بيه. هنا هنشتغل شغل عادي خالص، هنودي الزائد 5 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يعني الزائد 5 تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، وخلي بالك كده معايا اهي. يبقى 2 اكس تكعيب تساوي 21 ناقص 5. طيب 21 ناقص 5 هتبقى 16. يبقى 2 على اكس تكعيب تساوي 16. خلي بالك كده معايا اهو. بص، طيب مستر انا هعمل ايه في الاكس تكعيب؟ ده عرفاني يا عم. هاتها هنا، هاتها مع ال 16. ده هو يطلعها من المقام يضربها في 16 الناحيه الثانيه. هيبقى الاثنين بتساوي 16 اكس تكعيب. كده ظبطت الشكل اهو. يبقى الاكس تكعيب طلعت من المقام جت قدام ال 16. بعد كده اقسم على اللي قدام الاكس تكعيب في الطرفين. وعادي ممكن تظبط شكلها كده، هتكتب اكس تكعيب بيساوي، طبعا 2 على 16 هتعملها على القلب تم. ناخد ايه؟ الجذر التكعيب اللي حلتنا اهو. يبقى طبعا معلش احنا مزنقينها على نفسنا، الاكس هناخد الجذر التكعيب يطلع بنص. يبقى مجموعه الحل، وما تنساش تكتب قوس المجموعه بنص. وبكده يبقى انت حليت المعادلتين، وما تصعبش الدنيا على نفسك، وامشي خطوه خطوه هتلاقي المسائل طالعه معاك بمنتهى البساطه. طيب السؤال اللي بعده قال لك اذا كانت ب بتساوي الفتره ما لا نهايه ل2، وايه بتساوي الفتره من سالب 5 لما لا نهايه. هنا من سالب ما لا نهايه ل2، اسف هنحط هنا سالب في سالب ناقصه، من سالب ما لا نهايه ل2، والايه بتساوي الفتره من سالب 5 لما لا نهايه. اوجد مستعينا بخط الاعداد الاربع مطالب دول. طيب تعالى الاول نرسم خط الاعداد بتاعنا. احنا قلنا بنرتب الارقام على خط الاعداد من الصغير او من ايه، من هنا للشمال الصغير وهنا اليمين الكبير. طب مين اصغر حاجه بدول؟ طبعا هو من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، طبعا اللي هم الاسهم بتوع الخط، فما علينا. انا باجي على الارقام، هنا سالب 5 وهنا 2، يبقى السالب 5 هتكتب على الشمال والاثنين هتكتب على اليمين. تعالى نمثل كل مجموعه. المجموعه الاولى من سالب 5 لما لا نهايه، والسالب 5 فترتها مفتوحه اهي. اطلع من عند السالب 5 وامشي في اتجاه الما لا نهايه واظلل واكتب عليها دي الفتره ايه. طب تعالى على الفتره الثانيه كده. هنا من سالب ما لا نهايه ل2، يبقى هطلع من الاثنين والاثنين برضه فترتها مفتوحه اهي، وامشي في اتجاه السالب ما لا نهايه اللي هو كده اهو، واكتب عليها الفتره بي. طب تعالى نكمل حل. نجيب بقى، احنا كده رسمنا خط الاعداد، هنكمل الحل بتاعنا. نجيب المطالب. اول مطلوب قال لك ايه؟ اتحاد بي. احنا قلنا الاتحاد خد من الشمال لليمين. طب يا مستر ده ماشي على الخط كله، يبقى الاتحاد بتاعنا ممكن اكتبه بطريقتين. هكتبه من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، او دي اصلا فتره ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي دي ار، يعني ممكن اكتب ده او ده، ولو جالك اختيارات هيجي لك واحده منهم. طب المطلوب الثاني ايه؟ تقاطع بي. التقاطع ايوه، باخد الايه؟ الفتره المشتركه. واضحه جدا عندك ايه؟ من سالب 5 ل2، من سالب 5 ل2. طب الفترات ايه موجوده عندك مفتوحه؟ خدها زي ما هي، انا بغير الفترات في الفرق. طب تعالى معايا بقى، ايه فرق بي وبي فرق ايه؟ ايه فرق بي؟ بخبي المشترك واشوف اللي اتفضل في الايه الخط الاحمر. خبيت المشترك لقيت الايه ابتدت تبقى لوحدها من عند الاثنين ومكمله الى الما لا نهايه، يبقى ايه فرق بي؟ من 2 لما لا نهايه. بغير الفتره المشتركه، الاثنين فترتها مفتوحه اخليها مغلقه، الما لا نهايه دايما فترتها مفتوحه. طب بي فرق ايه؟ يبقى العكس، خب التقاطع وخد اللي اتفضل هنا، بس خلي بالك هنا هبتدي بالسالب ما لا نهايه، يبقى من السالب ما لا نهايه للسالب 5 دي دايما فترتها مفتوحه. طب السالب 5 هنا فترتها مفتوحه، خدها مغلقه يا بطل. تمام، كمل معايا يلا جدع. السؤال اللي بعده، الاسئله دي بتبقى تريكات كده في اكمل واختر. بيقول لك المجموعه 3 و5 اتحاد الفتره المفتوحه 3 و5. اتحاد يعني بلم الارقام على بعض.
طيب لو جينا قلنا الارقام اللي في المجموعه دي 3 و5. طب الارقام الصحيحه اللي في الفتره دي الصحيحه هتقول لي 4 بس. طب ما 3 و5 موجودين بس مفتوحين. هو مفتوح يبقى مش موجوده معايا، وخلي بالك انا بتكلم على الصحيح. طب هعمل ايه هنا؟ لما اعمل لهم اتحاد بدل ما يبقوا بره الفتره ادخلهم جوه الفتره. يبقى الاجابه بتاعتي من 3 ل 5 مغلق عشان اتحاد، يعني الم كل الارقام. طب تعالى معايا هنا، قال لك الفتره 3 و5 تقاطع المجموعه 3 و5. احنا قلنا التقاطع خد المشترك. لما اجي لك فتره ومجموعه حاول تحول الفتره دي برضو المجموعه كده بدماغك، بس حولها لاعداد صحيحه يعني. طب ايه الاعداد الصحيحه اللي موجوده في الفتره دي؟ 4. وايه الاعداد الصحيحه اللي موجوده في المجموعه دي؟ 3 و5. هل في حاجه مشتركه ما بينهم؟ لا، ده انا حتى لو مثلتهم على خط الاعداد اهو. احنا قلنا الفتره دي 3 و5 اهي. تلاتة وخمسة، فترة مفتوحة فترة مفتوحة، وصلهم ببعض. طيب لو انا باجي امثل المجموعة بروح جاي طالع مثلا برضه 3 اهي دي نقطة، 3 اهي دي نقطة. طب في حاجة مشتركة ما بينهم؟ لا، يبقى التقاطع بتاعهم فاي. طب تعالى على الفرق. الفترة 3 و5 فرق المجموعة 3 و5 مقفول. كلمة فرق يعني الأرقام اللي موجودة في الفترة دي أو في المجموعة دي مش موجودة في الفترة. طب تعالى نشوف هي إيه الأرقام الصحيحة اللي موجودة هنا. في المجموعة دي موجود 3 و5 صحيح، جدع. طب في الفترة دي إيه الأرقام الصحيحة؟ لو قلت لك تعالى نكتبها كمجموعة أرقام صحيحة، إيه اللي موجود جوه؟ هتقول لي برضه 3 و4 و5. طب اشمعنى هنا خدنا ال3 وال5؟ عشان فتراتهم مقفولة. طب في حاجة هنا مش موجودة هنا؟ لا، ده كل ده موجود هنا، يبقى دي أصلا جزئية من دي، يبقى دي كده برضه الفرق ما بينهم فاي. طب السؤال اللي بعده. المجموعة 3 و7 تقاطع الفترة 3 و7، قلنا بنحاول نحول الفترات لمجموعات عشان نعرف نجاوب. طب دي مجموعة 3 و7 أعداد صحيحة. طب إيه الأعداد الصحيحة اللي هنا؟ لو جينا قلنا هنا هتلاقي 3 4 5. ال7 مش معانا عشان مفتوحة. طب ايه التقاطع ما بينهم؟ ايه المشترك ما بينهم؟ المشترك ما بينهم المجموعة 3 بس. طيب ال3 وال5 مجموعة فرق الفترة 3 و5. طيب هنا برضه لو جيت حولت دي المجموعة، خلي بالك ال3 وال5 مش معايا المرة دي، ليه؟ عشان فتراتهم مفتوحة، يبقى 4. طب ايه اللي موجود هنا مش موجود هنا؟ هي اصلا المجموعه على بعض كلها مش موجوده هنا، يبقى المجموعه 3 و5. طيب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. هنا اللي هو العمليات على الجذور او العمليات على الاعداد الحقيقيه. هعمل ايه؟ قلنا بنعمل ايه؟ قلنا كده واحده واحده بمشي الخطوات بالراحه عشان لو جايالي كمساله كلاميه اعرف ازاي احل. مساله اختر او اكمل سهله، بترصها على الاله بتطلع لك الناتج. طب كمساله كلاميه خطواتها ايه؟ بنجمع الجذور اللي شبه بعض. يعني هنا 2 جذر 7 وهنا جذر 7، هجيبهم كده جنب بعض. 2 جذر 7 وهنا زائد جذر 7. بعد كده سالب 3 جذر 3 زائد 2 جذر 3. الجذور اللي شبه بعض هجمعها مع بعض. 2 جذر 7 وجذر 7 يبقى كله 3 جذر 7. طيب سالب 3 او دي سالب سالب 3 جذر 3 زائد 2 جذر 3 هنجمعهم. سالب 3 زائد 2 يبقى بسالب 1، وسالب والواحد ما بيتكتبش، وهنزل الجذر 3 معايا تاني اهو. طيب هل دول ينفع اجمعهم ولا اطرحهم؟ لا، خلاص كده انا وصلت للخطوه النهائيه دي، ابسط حاجه انا وصلت لها. طب السؤال اللي بعده برضه نفس الموضوع. هنا في جذور تربيعيه وجذور تكعيبيه، هناخد اللي شبه بعضه مع بعضه. بس خلي بالك لو جيت رصيت المساله دي على الاله، حتى لو جاك اختر مش هتطلع لك الحل اللي انت عايزه. هي هتطلع حل صحيح طبعا بس مش اللي انا عايزه. ليه؟ لان الجذر التكعيبي على الاله بيطلع بكسر عشري، وانا لما بشتغل في جذور انا عايز الرقم بجذره زي ما هو. طب هتعمل ايه؟ تعالى نمشي الخطوه. قلنا بنجيب اللي شبه بعضه مع بعضه، يبقى 2 جذر 5 زائد 4 جذر 5 ناقص 3 الجذر التكعيبي ل2 زائد الجذر التكعيبي ل2. تعالى نجمع اللي شبه بعض. 2 و4 6 جذر 5.
سالب 3 زائد 1 يبقى سالب 2 الجذر التكعيبي ل2، وبتفضل على كده ما بتعملش فيها حاجه. السؤال اللي بعده تعال نفك الاقواس هنا. لما اجي افك الاقواس هبص الاول هل القوسين دول شبه بعض بعكس الاشاره؟ لا. فبعمل ايه؟ باخد كل قوس اوزعه على زميله، يعني اخد القوس ده اوزعه على ده. هضرب اول حاجه جذر 7 في 2 جذر 7. بص لما يجي لك مساله زي كده وانت محتار في الضرب يا عم اضرب خطوه خطوه على الاله. طب انا عايز اعرف جت منين يا مستر؟ انا لازم كل شويه اله؟ لا، تعالى يا عم افهمك. بضرب الاول الصحيح في الصحيح والجذر في الجذر. يعني 1 في 2 ب2 وجذر 7 في جذر 7 ب7. طب 2 في 7 بكام؟ ب14 اهي. دي كده اول حاجه. بعد كده هاخد الجذر 7 اضربها في الثلاثه. جذر 7 في 3 طبعا موجب في موجب بموجب. جذر في صحيح بكتب الصحيح جنب الجذر يبقى 3 جذر 7. كده ضربنا اول حاجه الجذر 7. طب تعالى على السالب 1. سالب في موجب بسالب. 1 في 2 جذر 7 ب2 جذر 7 اهي. سالب في موجب بسالب. 1 في 3 ب3. طيب تعالى نجمع 14 ممكن على طول كده ناقص 3 بكام؟ 14 ناقص 3 ب 11. 3 جذر 7 ناقص 2 جذر 7 يبقى 1 جذر 7 والواحد ما بيتكتبش، اكتب جذر 7 بس يبقى دي كده الصورة النهائية للحل. طب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. جذر 2 زائد 1 في جذر 2 ناقص 1. لو لاحظت كده هنا الجذور زي بعض او الاقواس زي بعض بس باشاره مخالفه في النص. طب هعمل ايه؟ دي برضو ممكن اوزعها بس ليها طريقه مختصره. لما تلاقي الاقواس شبه بعض بس بعكس الاشاره على طول ريح دماغك، الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. طب جذر 2 في جذر 2 في مقوله بنقول لما بضرب جذرين لنفس الرقم فجذر في جذر يعطي ما تحت الجذر. يعني ايه؟ يعني جذر 2 في جذر 2 يبقى الناتج ب2 يا عم حسين وخلصت. وقلنا ناقص الثاني في الثاني 1 في 1 ب1. 2 ناقص 1 1. طب تعالى معايا كده على المثال اللي بعده. جذر 5 ناقص 1 كل تربيع. فكت القوس المربع. ركز عشان ليها كذا ترتيب. انا ممكن بحب افضل انا ايه لما اجي افك القوس المربع طالما مثلا مش محتاج حد اوسط ولا الكلام ده فبفكه بالترتيب ده. الاول في نفسه جذر 5 في جذر 5 ب5 زائد دايما الثاني في نفسه 1 في 1 ب1. اشاره النص اول في ثاني في 2 يبقى جذر 5 في 1 بجذر 5 في 2 ب2 جذر 5. تعال نجمع 5 و1 6. 6 ناقص 2 جذر 5. انا بحب الترتيب ده بيبقى حفظه سهل. الاول في نفسه زائد دايما الثاني في نفسه اشاره النص اول في ثاني في 2. في ناس بتحب تمشي بترتيبها المظبوط. الاول في نفسه بعد كده اشاره النص اول في ثاني في 2 وبعد كده الايه الثاني في نفسه وتحط الاشاره المجاوره. ايا كان بس انا بحب الترتيب ده اكتر. السؤال اللي بعده قال لك اجعل المقام عددا صحيحا. 6 على جذر 3 و9 على 5 جذر 3. برضو دي لو جايه كيخطر او كاكمل بتدوس على الاله بيطلع لك الناتج على طول. طيب لو انا عايز اعرف الخطوه بتاعتها عشان لو جايه كمساله كلاميه لما يجي لنا مثال زي كده باخد 6 جذر 3 واضرب في المقام اللي عندي. المقام اللي عندي جذر 3 هضرب فيه فوق وتحت. طيب 6 في جذر 3 يبقى 6 جذر 3. جذر 3 في جذر 3 ايوه ب3. 6 على 3 فيها الاثنين يبقى 2 جذر 3. كده خلينا المقام صحيح. ازاي؟ ما المقام كده واحد طالما مفيش مقام. طب هنا في المسألة الثانية 9 على 5 جذر 3 هضرب في جذر 3. خلي بالك بس انا مش محتاج الخمسة، انا بضرب في الجذر. انا بضرب في الجذر اللي موجود في المقام. طيب 9 في جذر 3 ب9 جذر 3. 5 جذر 3 في جذر 3. 5 في 1 ب5. جذر 3 في جذر 3 ب3 واضرب الرقمين في بعض. 5 في 3 ب15. هنختصرها هتطلع 3 جذر 3 على 5. طيب السؤال اللي بعده. طب لو عندي تحت في المقام زائد او ناقص بفكها ازاي؟ باجي هنا 3 جذر 5 زائد جذر 2 في واخد المقام زي ما هو بس بغير اشاره النص. باخد المقام زي ما هو بس بغير اشاره النص. كنا بنسميها في المنهج القديم اسمه المرافق. يبقى جذر
5 ناقص جذر 2 على جذر 5 ناقص جذر 2. اغير اشاره النص. طيب بعد كده ركز معايا في الخطوه اللي جايه دي، ما توزعش الثلاثه على دول، لا اكتب 3 بره زي ما هي اهي وافتح قوس، خد كل دول في بسط واحد اهو، جذر 5 ناقص جذر 2، بس حطها جوه قوس والثلاثه بره ما تفكش. اما لما نيجي نضرب زي بعض بعكس الاشاره، الاول في نفسه ناقص الثاني في نفسه، او الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. جذر 5 في جذر 5 ب5 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب2. هنكمل هنقول له هنا 3 جذر 5 ناقص جذر 2. 5 ناقص 2 3، الثلاثه اللي فوق هتطير مع الثلاثه اللي تحت، يبقى هيتفضل لك جذر 5 ناقص جذر 2. طب تعالى معايا على المثال اللي بعده، برضه نفس الحوار، هقول له فيه وهضرب هنا في المقام بس مع تغيير إشارة النص، يبقى 2 زائد جذر 3، وهنا 2 زائد جذر 3. طب تعالى كده نمشي في المسألة، اكتب جذر 3 زي ما هي ما تعملش حاجة، يبقى 2 زائد جذر 3 واقفل القوس. هنا الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني، 2 في 2 ب4 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3. كمل المسألة، جذر 3 وهنا 2 زائد جذر 3، 4 ناقص 3 1. طيب المقام 1 يبقى ده كده التاني زي ما هي اهي من غير مقام، جذر 3 و2 زائد جذر 3. طيب وبكده احنا قدرنا نلم لك التريكات المهمة من الدرس الأول لعند الدرس الثالث، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا واحنا هنرد عليه. والسلام عليكم.